كنت في واحد صاحبي اسمه زيكو هيشوف اكيد الفيديو وانا هبعته له ويأكد هو على الكلام ده. ايام ما كان مرتضى منصور بيحاول يجدد لزيزو، وزيزو كان مختلف وطالب 40 مليون جنيه وبتاع، والزمالك ما كانش فيه فلوس، والناس كلها قالت للخطيب خش دوس هات زيزو. قال لهم لا، الزمالك بيمر في فتره صعبه والنادي الاهلي لن يقترب لاي لاعبين من من نادي الزمالك ولن يستغل الموقف. طبعا هم بيقدروا الكلام ده؟ لا، ما بيعرفوش يقدروه. هم فالحين بس يلسنوا على الاهلي. الاهلي اللي بيقف جنبهم في ازماتهم وبيساعدهم وبيسندهم وبيقف، وعلى راسهم الاسماعيلي وجماهير الاسماعيليه. يعني ما علينا، مش موضوعنا عشان ما نشتتش المواضيع. فكان الاهلي جايب كام صفقه كده وبتاع، فبتناقش معاه في الصفقات وبقول له الصفقات دي كويسه وهتعمل شغل مع النادي الاهلي باذن الله وبتاع. فقال لي لا انا عايز ابو 40 مليون. الكلام ده كان في 2021 تقريبا. قلت له ابو 40 مليون زي تاني وهو حاطط السيجار في بقه وحاطط رجل على رجل الاستاذ عادل القيعي حسن الذكر وهو قاعد وبيقول اللي الاهلي بيعوزه بيجيبه. قلت له وقتها زي ما عادل القيعي قال، الاهلي لما هيعوز زيزو وهيبقى زيزو مهم وهيبقى عندنا مشكله في المركز بتاعه او عايزين نراضي جماهير الاهلي، هنجيب زيزو. زي ما جبنا كهربا، زي ما جبنا مؤمن زكريا، وزي ما جبنا امام عاشور، وزي ما جبنا بن شرقي، وزي ما جبنا رضا عبد العال، وزي ما جبنا حسن مصطفى، وزي ما جبنا ياسر ابراهيم. اكمل ولا كفايه كده ولا ايه؟